السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هعمل معاكم في الفيديو ده شوية مشتريات بالأسعار وازاي بننظم نفسنا بيها طول الشهر. في مشتريات بتبقى كل شهر، وفي بعض الحاجات بتتجاب كل اسبوع، وفي حاجات ممكن تخلص، في حاجات ممكن نزودها. طبعا ده بتختلف من شهر لشهر، لكن في حاجات أساسية زي الفراخ واللحوم. طبعا الأسماك أنا بجيبها بالأسبوع أو بالعشر أيام عشان مبحبهاش في الفريزر كتير. وهنجيب مع بعض بردك مشتريات السوبر ماركت في الفيديو ده، وكل ده هنقوله بالأسعار وبالتفصيل في الفيديو. يلا يا حبايبي نشوف المشتريات وازاي بننظم نفسينا بيها طول الشهر. اول حاجة انا جبت معاكو الفراخ، جبت 5 فرخات، وكنت عندي قبل كده حبة كبد وقوانص طلعتهم مع الكبد والقوانص بتوع الفراخ ديت. وتعتبر دي الأكلة اللي تعتبر ببلاش. كل فترة بجمع مجموعة من الكبد والقوانص وبتطلع لي كده أكلة لذيذة جدا، الأولاد بيحبوها، وفي نفس الوقت بتطلع يعتبر يعني إيه من بواقي الفراخ اللي أنا بجيبها معاكم. طبعا انا قطعت الفراخ دي وجهزتها، بس للاسف الجزء ده اتمسح من الفيديو. فمع انا كده كده اصلا في الفيديوهات اللي قبل كده قسمت معاكم الفراخ ووريتكم ازاي بنقطعها وبنجهزها وبنقسمها. وجبت 2 كيلو لحمة، الكيلو ب380 جنيه. على فكرة الفراخ الكيلو ب76 جنيه. ال5 فرخات معايا كانوا قاطعين 860 جنيه. طبعا دول بيعمل بيهم وجبات كتيرة جدا زي ما شفنا في الفيديوهات اللي قبل كده. جبنا 2 كيلو لحمة زي ما قلت لكم، الكيلو ب380 جنيه. انا قطعها من الفخدة، قطعية جميلة جدا زي ما انتوا شايفين. كل واحدة بتتعامل مع الجزار اللي هي بتثق فيه. وقسمتهم في اكياس الفريزر زي ما انتوا شايفين. طبعا كل واحدة لازم تنظم نفسها في بيتها، وكل واحدة عارفة تنظم نفسها ازاي في حدود امكانياتها، بس لازم تحافظي على الحاجة اللي انت بتجيبيها وتستخدميها افضل استخدام. جبت 10 كيلو من الرز، الكيلو ب23 جنيه. جبت 10 كيلو ب230 جنيه. طبعا دولت ممكن يكفون الشهر، ممكن يفيد شوية للشهر اللي بعده. وجبت كان عندي باقي مكرونات فما كترتش من المكرونة. جبت كيسين من الاسباجيتي، النوع الملكة ده كويس. الكيس كيلو قاطع 32 جنيه. وجبت كيس مكرونة اقلام نوع بساطة ده برضو كويس، بس سعره اقل كتير من الملكة. جبت كيس كيلو ب24 جنيه. حوا جبت الكيس اللي هو 400 جرام، جبت كيسين من المعوجة وكيسين من الصغيرة، الكيس ب14 جنيه. انا بعرض عليكم الحاجة ونوعها وبقول سعر كل نوع انا جبته. ده كيس شعرية سايبة، في معظم الوقت بجيب الشعرية سايبة، الكيلو ب24 جنيه. ده نوع كويس من الدقيق، الكيس عامل 21 جنيه. جبت كيسين وكيس دقيق سايب بستخدمه في غسيل الفراخ والسمك، وكمان ممكن استعمله في تتبيل الفراخ.
يعني لو عاوزة اعمل فراخ كنتاكي او الفراخ المقرمشة. وجبت بهارات فراخ، دولت نص طن عاملين معايا 25 جنيه. ونص كيلو من فول الدميس. النوعية دي حلوة جدا. عاملة 24 جنيه. وجبت 3 أكياس من الصلصة حجمها صغير، الكيس قاطع معايا 3 جنيه، ال3 أكياس ب9 جنيه. وجبت السكر الكيلو قاطع 31 جنيه. جبت ال3 كيلو دولت. وكمان ربع كيلو من اللوبيا، عامل 15 جنيه الكيلو ب60. وجبت ازازتين زيت من عباد الشمس، الازازة ب65 جنيه. وجبت ازازتين آلية برضو الازازة منهم قطعة 59 جنيه. وجبت جبنة وحلاوة علشان الفطار والعشاء. وجبت 30 بيضة بلدي، ال30 بيضة قطعين 150 جنيه. انا بعرض عليكم كل حاجة بالاسعار زي ما انا شارياها بالظبط. وجبت الزبدة البقري الكيلو ب250 جنيه. طبعا انا استعمالي في الدهون بستخدم زيت عباد شمس والزيت الآلية اللي انتوا شايفينه دوت، وبستخدم الزبدة البقري من الحاجات اللي انا بحبها جدا. الزبدة البقري دي بتكون خفيفة. وجبت كيس مسحوق اوتوماتيك 4 كيلو ب268 جنيه. وجبت برضو اكياس الزبالة وكياس التلاجة، جبت كيلو وكيلو قاطع 105 جنيه. ورول ورق الزبدة بأمانة أنا مش فاكرة ده كان بكام، مش فاكرة بالظبط. وجبت فلاش ب20 جنيه. وجبت بريل سايب الكيس قاطع معايا 10 جنيه. جبت كيسين ب20 جنيه. كان فايض معايا علبة فيبة من الشهر اللي فات، بخلطهم على بعض وبيدوا نتيجة حلوة جدا. دي المنظفات اللي انا جبتها. وجبت الاسبونش ديت كانت ب15 جنيه. وجبت كمان معطر نوع حلو جدا، كان ب46 جنيه. هوريلكوا حالا نوع المعطر اللي انا جبته. بيستخدم في كل المسطحات والارضيات. كان قاطع معايا 46 جنيه. واشوفكوا على خير
في الفيديو الجاي. السلام عليكم، في امان الله. ده المعطر يا جماعة ب46 جنيه. سلام عليكم.